ما بين أم صلال وما بين نادي الريان بقيادة تحكيمية من يتواجد السيد نايف محمد القادري. على بركة الله انطلقت صافرة البداية إلى ميركاتو في الخط الخلفي. ميركاتو يلعب له كرة عن طريق ياسين ابراهيم انطلق ابراهيم يعدى ياسين مر ياسين. يا سلام 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 على الرهيب الرياني. يا سلام يتألق في أرضية الملعب ويبدأ المباراة بصورة واضحة في أحداث هذه المواجهة. الهدف الأول عن طريق عبد العزيز حاتم يسجل 6 أهداف في هذا الموسم، أي يعني التفوق. شوف ياسين، عنصر القوة ياسين، عنصر البداية ياسين، عنصر الانطلاقة ياسين، الصناعة من إبراهيمي والخلاص من عبد العزيز حاتم. يسجل 6 أهداف في هذا إلى فرانكوم المساحة من فرانكوم يبحث عن التصويب. رودريغو تاباتا، التدخل على رودريغو تاباتا من حارس المرمى مهند نعيم، وحكم المباراة يعطي ركلة جزاء لمصلحة نادي الريان. شوف تصويبة فرانكوم اللي اصطدمت في دفاعات نادي أم صلال، وبعد ذلك تدخل حارس المرمى مهند نعيم على تاباتا أمام مهند نعيم. رودريغو تاباتا لصورة لهدف ثاني للإعلان عن الوصول للتقدم من جديد. تاباتا ضيع تاباتا مهند نعيم. شت 1-0. رودريغو تاباتا ضيع ركلة جزاء، يضيع رودريغو تاباتا ركلة جزاء، وهذه ركلة جزاء الثانية الضائعة في هذه الجولة بعد ركلة بغداد بونجاح اللي ضاعت عن طريق المواس بعرضية. لعبة رائعة. ميركاتو فات خلفان. الله على التصدي، الله على فهد يونس، الله على الإنقاذ الحاضر من فهد يونس في اللعبة الماضية. حاضر بشكل رائع فهد يونس على دور التصدي. يبقي الأمور السيد خالد مفتاح، كرة خطيرة على مشارف المنطقة العرضية. الله على عبد العزيز حاتم. يا سلام على الريان، يا سلام على الريان يا سيد الملعب يا ريان. إذا لعبك يضرب القاسي والداني. الله على التركيز الكبير لابد، لكن التركيز مع ياسين، المتعة مع ياسين، التمريرة الرائعة من إبراهيمي قدم فيها أداء رائع. كرة ملعوبة خطيرة الخط الأمام. يا سلام يا سلام على ياسين، يا سلام على المتعة من ياسين. يا سيد الملعب يا رياني، ده لعبك والله أضرب القاسي والداني. الريان يتقدم بثاني الأهداف عن طريق ياسين إبراهيمي، يسجل 8 أهداف في هذا الموسم، هي في مرمى نادي أم صلال. في وقت الحديث عن حارس المرمى وعن فهد يونس يظهر المبدع، يظهر صاحب التمريرات الرائعة، صاحب المتعة والفرشة التي تقدم بالمجان. ياسين إبراهيمي يضع هدف ثاني لمصلحة نادي الريان. هنا الصورة التي فهد يونس دلني، لكن هنا الدليل الواضح اللي يكون لهدف ثالث نبيه. شوف اللعبة اللي حضرت، شوف الكرة اللي حضرت من ياسين، كان على صناعة رأسية حاضرة من الحرازي في اللعبة الماضية، أو هو خالد مفتاح. تعود مرة أخرى لمصلحة الريان عبد العزيز حاتم. جاسر، الله، العارضة الأفقية من جاسر يحيى في تصويبة مباغتة كانت على فهد يونس. شوف اللعبة اللي حضرت عبد العزيز حاتم. جاسر هي اصطدمت في أدامة تراوري وتحولت إلى تاباتا. عبد العزيز حاتم لصورة المباراة. تاباتا يصوب لكن تغير اتجاهها أو تتحول إلى ضربة زاوية. اصطدمت في الحائط البشري وتتحول إلى ضربة زاوية. شوف اللعبة اللي كانت حاضرة من تاباتا، لعبة ذكية من تاباتا. لكن أيها السيدات والسادة، حكم المباراة نايف القادري ينهي أحداث هذا اللقاء قبل تنفيذ ضربة الزاوية بتقدم نادي الريان على حساب نادي أم صلال من عمري وأحداث الشوط الأول. تقدم الريان عن طريق عبد العزيز حاتم
ومن ثم عاود التقدم وعزز النتيجة عن طريق ياسين إبراهيمي. هذه هي أحداث الشوط الأول، كنت معكم أنا منتصر الأزهري. لا تذهبوا بعيدا لنا عودة في أحداث الشوط الثاني. الكابتن خالد سلم في أحداث الشوط الأول. هذا أبرز ما حدث في أحداث الشوط الأول. الشوط الثاني نايف القادري ينطلق على بركة الله في أحداث الشوط الثاني في صافرة البداية. هذا ما تحدث فيه الحساب الرسمي لنادي الريان. الكرة تعود للناحية اليسرى عن طريق محمد جمعة. محمد جمعة إلى ياسين إبراهيمي. إبراهيمي بدور المرور. إبراهيمي الله على ياسين إبراهيمي، وبطاقة صفراء على ياسين إبراهيمي، لكن هو يسجل 9 أهداف في هذا الموسم. أي متعة يا ياسين، أي فرجة يا ياسين. كان يطالب خطأ بهذه اللقطة، بعد ذلك عاقب الجميع بهدف ثالث لمصلحة نادي الريان. أي متعة يا ياسين إبراهيمي، أي فرجة تقدمها ياسين إبراهيمي. الله على جمال إبراهيمي، الله على إبداع إبراهيمي، والله على جول ثالث لمصلحة نادي الريان 2020. كرة ملعوبة عن طريق الحرازي، يفتح مساحة عبد العزيز حاتم. عبد العزيز إلى ياسين. هنا الخطر، وهنا ركلة جزاء لمصلحة الريان. المتعة تستكمل، المتعة تعطي بالفرجة الرائعة. البطاقة الحمراء أيضا كما تألق أمام رودريغو تاباتا. ياسين إبراهيم لرابع الأهداف. يسجل ثالث أهداف الشخصية والرابعة الرسمية والعاشرة في بطولة الدوري. ياسين إبراهيمي يبدع، يقدم أي شيء في أرضية الملعب. يعزف يا مايسترو يا فنان. يسجل من ركلة جزاء ويضع ثالث أهداف الشخصية والرابعة لمصلحة نادي الريان والعاشرة في بطولة الدوري. 4-0 لمصلحة نادي الريان، وتألق ياسين إبراهيمي في هذا اليوم الرائع. خطأ لمصلحة الريان عن طريق رودريغو تاباتا. يا سلام على تاباتا. الشباك الجانبية لحارس المرمى مهند نعيم. شوف اللعبة على بعد سنتيمترات يا مهند نعيم في المرمى. من الناحية اليمنى ممتاز عمر بشكل رائع. التصويبة من عمر يحيى، المجهود الفردي اللي يشكر ويذكر فيه عمر يحيى، لكن عدت إلى ضربة مرمى. الأسماء الرائعة اللي كانت أيضا مع نادي الريان البرازيلي باولو أتوري، المدرب الرائع اللي حضر مع نادي الريان. واحدة من لمسة من جديد، كرة عالية راسية من سبستيان سوريا إلى كأس القارات، بالإضافة إلى كأس العالم البطولة الكبرى، المحطة الكبرى. لكن عبد العزيز حاتم، التصويبة من عبد العزيز حاتم. المحطة الكبرى التي ستكون حاضرة عزيز المتابع في عام 2022 بإذن الله هي استضافة كأس العالم.